سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ جبنا المشروب بتاعنا المفضل، شوية قهوة صغيرين عشان احنا بالليل، وهنتكلم في موضوعات كتيرة. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي انا هعملها في القناة. الفيديو هيكون طويل شوية بس هيكون كله معلومات. قبل ما ابدأ الفيديو، كل اللي انا طالبه منك ان انت تشترك في القناة وتدعم المحتوى الهادف عشان نستمر وننمو بسرعة وصوتنا يوصل لأكبر عدد، وتكون انت مشارك في الإفادة زيك زي بالظبط. بسرعة كده وعشان ما نطولش ندخل في الموضوع على طول. هكلمك باختصار عن النقل الذكي في القاهرة، سواء انت كنت هتوصل طلبات او هتوصل افراد. انا اشتغلت في الكلام ده كله 4 سنين، فانا هديك الخلاصة عشان لما تيجي ما تلفش كتير. وانا عارف ان انت تبقى جاي في اللي مقسط مكنه وفي اللي جاي عليه مسؤوليات، وانا عارف ان في المحافظات وفي الاقاليم مفيش دخل، فكله بيجي هنا على القاهره. وطبعا دلوقتي شغل المطاعم والكافيهات والبتاع ما بقاش جايب همه، و12 ساعه وتعب على الفاضي بمقابل ضعيف جدا يا دوبك يكفي الشخص بس مصاريفه. فالناس دلوقتي بتتجه تشتغل ان هي في شركات النقل الذكي، سواء في الافراد او في الطلبات. في الافراد زي اوبر، اندرايفر، ديدي، دول اشهر 3 شركات ويعتبر مفيش غيرهم. طب في الشحن، في الطلبات مين؟ في نون، وفي طلبات، وفي مرسول. كل شركة وليها نظام، وكل شركة وليها سيستم مختلف وليها طريقة شغل. انا هفهمها لك وهقول لك ايه الاحسن والافضل ليك. اولا انت هتيجي بمكنه، هتيجي هنا القاهره، ابعد عن اوبر. اديني بقول لك اهو، ابعد عن اوبر. شغل كشغل او كعملاء، ابعد عن اوبر. لو انت مش حابب ان انت تشتغل في ان انت توصل اوردرات وطلبات، وحابب ان انت تشتغل ان انت توصل يعني ناس من مكان لمكان، اشتغل على ديدي، اشتغل على اندرايف، سواء احسن ليك في التسعيرة او في تحديد العملاء او في تحديد المكان اللي انت رايحه. اوبر ما بتقولكش انت رايح فين. يعني انت دلوقتي مثلا فتحت، جيت هنا وهتشتغل اوبر، هتاخد العميل وهتطلع بالرحلة اجباري ايا كان العميل، هو ايا كان وجهة العميل. ممكن ياخدك من مسافة مثلا ممكن تكون 40-50 كيلو، وانت تبقى مضطر ان انت تكمل الرحلة عشان التقييم، لان انت لو رفضت عدد كبير من الرحلة من الرحلات بيبدأ يوقف لك الايميل. زائد تسعيرة اوبر اللي مش ثابتة، يعني انت واخد الرحلة وانت مش عارف هي محسوبة لك كام وهي مجازية معاك ولا لا. ده تاني حاجة. تالت بند، بيركب وراك عملاء ما يعلم بيهم الا ربنا، بالذات العملاء بتاع اوبر. رابع حاجة في اوبر بتاخد منك نسبة عالية جدا، يعتبر بتاخد الارباح بتاعتك بتاخد حوالي 35%، ودي نسبة كبيرة جدا بعد البنزين اللي غلي وبعد ده كله، نسبة كبيرة جدا وعالية جدا. فانا ما انصحكش باوبر. يعني انت هتلاقي نفسك بتشتغل وبتحرق بال 12 ساعة وفي الاخر مش ماسك فلوس في ايدك. بتمسك فلوس بس بتحط بنزين برقم اخر اليوم. لو انت هتشتغل 12 ساعة، بتغير زيت كل 3 ايام، المكنة صيانة بقى واعطال لان انت بتركب وراك ناس باحجام مختلفة. طب انت دلوقتي مش هنشتغل اوبر، هيبقى ايه؟ هيبقى قدامك اما ديدي او اندرايف. انت بتختار المكان اللي انت رايحه، بتتفق على التسعيرة مسبقا، بتبقى بتحدد الزبون، يعني بتبقى عارف العميل اللي انت هتاخده، يعني بيبقى باينة كل التفاصيل بتاع العميل، وساعات بيبقى باين صورة للعميل. فانت ده كله هيوفر عليك وش اوبر والقرف اللي بيجي من ورا اوبر. انت لو جاي وعايز تشتغل ومش فارقة معاك اوبر، طلبات، مرسول، انت عايز تيجي دي هنا تعمل فلوس، انا ارشح لك ايه؟ انا ارشح لك طلبات. هفهمك دلوقتي طريقة الشغل والنظام اللي بتشتغل بيها طلبات، ودي
احسن طريقة او احسن تسعيرة واحسن فلوس ممكن تعملها من طلبات. طريقة الشغل في طلبات سهلة وبسيطة جدا. ابلكيشن بتسجل على طلبات. بتسجل ازاي؟ اولا لازم يكون مفيش تسجيل عن طريق الشركة مباشر، لازم عن طريق مكتب. طب هتقولي طب عن طريق مكتب ليه؟ عشان المكتب ده بيبقى ضمنك عند الشركة، عشان انت بتبقى معاك فلوس اوردرات، معاك آه فلوس تبع الشركة وكده. فهي من الاخر الشركة رامية ده كله على المكان. ليه؟ لان الفلوس دي الشركة بتاخدها من المكاتب في الاخر. لو في مندوب سرق، لو في مندوب عمل، الشركة بتحاسب المكتب، الشركة ما بتشيلش حاجة. فمفيش تقديم عن طريق الشركة مباشر، بيبقى عن طريق المكاتب. طب انت هتيجي من اول ما تقدم لحد ما تنزل تشتغل بيبقى كله في 8 ده كله بيتم خلال 48 ساعة. طب عملت كده واشتغلت، ايه نظام الشغل؟ الشغل في طلبات بيبقى عن طريق اختيار الشفتات. يعني بتنزل لك شفتات على مدار مثلا لمدة 10 ايام قدام. مثلا النهاردة لو 1 في الشهر، بينزل لك مثلا شفتات من اول 1 ليوم 10. بينزل لك شفتات في كل المواعيد. يعني الساعة 8 الصبح هتلاقي شفت بيبدأ 8 الصبح، تلاقي شفت بيبدأ 8 ونص، تلاقي شفتات بتبدأ 9، تلاقي شفتات بتبدأ 10، وهكذا لحد تاني يوم 8 الصبح. على مدار ال 24 ساعة في شفتات وفي شغل. ده نظام الشفتات. بتختار شفتاتك طبعا بالأسبوع، أو على الأقل هتختار 6 أيام ويبقى ليك يوم أجازة. لو أنت مكنة بتشتغل 8 ساعات، لو أنت عجلة بتشتغل 6 ساعات. طب هتقولي طب ده نظام الشفتات إجباري. بص، طب ما أنت ليك الحرية إن أنت تختار سواء بالليل أو بالنهار أو في التوقيت اللي أنت عايزه. طب اختيار الشفتات إجباري ليه؟ عشانك أنت لما تختار شفت هتنزله وهتشتغل وهتعمل عدد اوردرات كبير وهتعمل فلوس. يعني تيجي اخر الاسبوع هتلاقي نفسك بتقبض مبلغ محترم. في طلبات بتحاسبك طلبات على سعر الاوردر، ما بتاخدش منك اي نسبة اطلاقا. بيبقى التسعيرة بتبقى نظام باتشات. يعني بتتحاسب على التقييم بتاعك. لو انت التقييم بتاعك 1 فانت بتتحاسب على اعلى تسعيرة، سواء كان الاوردر قريب. طب كان الاوردر بعيد، بتحاسبك على نفس التسعيرة؟ لا، من بعد ال4 كيلو بيبدأ يحسب لك مسافة زيادة ويديك سعر زيادة. مثلا لو انت الباتش بتاعك مثلا الاساسي 28 والاوردر 6 كيلو، بيبدأ يحسبه لك ب32 33 كده. ما بيحاسبكش على نفس التسعيرة لو الاوردر بعيد. طب لو الاوردر قريب في نفس الشارع في نفس العمارة، بيحسب اقل. لا، بتبقى هي نفس التسعيرة ونفس كل حاجة. طب القبض ازاي؟ القبض بتاعك بينزل كل خميس. كل يوم خميس بينزل لك على المحفظة بتاع الابليكيشن، بينزل لك القبض بتاعك، انت بتاخده من المحفظة بتاع الابليكيشن. طب انت لو هتشتغل، لو انت مثلا حد بتاع شغل وتشتغل مثلا بالمكنة 12 ساعة، صافي كام في اليوم؟ ده بره التبس. دي حاجة دي ارزاق. مش في ناس بتاخد تبس، في ناس ما بترضاش تاخده كده. كل واحد وبراحته. يعني انا عن نفسي لما كنت شغالة ما كنتش، يعني معظم العملاء ما الا لما عميل يصر عليا او يقفل الباب فما رضاش اخبط عليه وكده فبمشي. انت براحتك، كل واحد ورزقه. انما الاساس انت هتصفي كام. لو انت شغال بمكنه 12 ساعه يومك، ده الكلام ده بعد اول اسبوع، بعد ما تفهم الشغل والابليكيشن وتحفظ المطاعم اللي بتاخد منها اوردرات، الصافي بتاعك هيبقى من 700 وطالع. لو انت مكن، لو انت عجله من 400 وطالع، لو هتشتغل 12 ساعه. 12 ساعه شغل صافي. وانت احسبها بقى، لو هتشتغل 6 ساعات تقسم على 2. بس هو مفيش شفتات اقل من 6 ساعات سواء كنت عجلة او كنت مكن. ده يعني نظام القبض في طلبات. طب مثلا انا دلوقتي شغال طلبات وانا طالب مثلا، جه عليا اسبوع انا فيه هشتغل فيه 3 ايام بس، عادي بيبقى ليك اكسبشن. طالما انت شغال وجيت في يوم غصب عنك انت مش هتحضر مش هتشتغل، فمحدش هيشغلك بالعافية، بس تكون لأعذار، والأعذار حقيقية. يعني مش أي أوهام وخلاص. يعني مش أنا حد بقى مش بتاع شغل وكل يوم يبقى عندي عذر شكل.
يعني بتظبطها من الاخر مع المشرف بتاعك. ممكن يعني لو انت مثلا في جامعة وكده وتشتغل 5 ايام بس تشتغل ال5 ايام وتأجز يومين مثلا عشان الجامعة بتاعتك، او في معهد عشان انت بتروح يومين، او لو مثلا لو وراك اي حاجة تاني عادي. الدنيا بتتظبط يعني، ما بيبقاش فيه اختلاف. دي بتظبطها مع المشرف والمشرف بيظبطها مع الشركة. لما تكلمه ده مثلا بينزل 5 ايام في الاسبوع او كده، بيبعت لهم ان ده مثلا هو مبلغني، هو مع جامعة كده مع امتحانات، فبتبقى الدنيا ايه، سهلة وبسيطة. اخر حاجة واللي مقلق كله من طلبات، موضوع وصل الامانة اللي انت بتمضيه. بص من الاخر، زي ما قلت لك، المكتب بيضمنك عند الشركة. طب مين اللي بيضمنك عند المكتب؟ وصل الأمان. بص في أماكن في الطلبات أنت ممكن تروح توصل لابتوب، اللابتوب ده ممكن يوصل سعره 50,000. ممكن توصل إزازة برفيوم، وأنا لما كنت شغال وصلتها كانت عاملة 10,000 جنيه. ممكن توصل حاجات غالية جدا. فإيه اللي يضمن للمكتب؟ وما تقوليش مثلا، دي حصلت كتير ان انت تاخد الفلوس وتمشي، وفي ناس كتير بتبقى شغاله من الاقاليم ومحدش يعرف عنها حاجه، قليل اللي بيعمل كده. بس مين اللي يضمنك عند المكتب؟ وصل الامانه اللي انت بتمضيه. طب ده في اي خطر عليك؟ لا. طالما انت مش حرامي انت خايف ليه؟ طب انا دلوقتي جيت ماشي، بتاخد الوصل، بتصفي حسابك، ليك فلوس بتاخدها، معاك مديونيه على المحفظه بتاع الابليكيشن، فلوس اوردرات بتسلمها، تسلم اليونيفورم لو لسه ما تسددتش تمنه، وبتمشي. محدش بيقول لك اي حاجة على الاطلاق. بتاخد الوصل بتاعك وبتمشي، ولو ما حدش رد يديك الوصل بتطلع الشركة وبيتعامل المكتب بمشكلة، فهو في غنى عن ده كله، فيديك الوصل بتاعك وتمشي على طول لو انت مش عايز تكمل شغل. طب انا مغترب وهشتغل مثلا شهر كامل وهأجز لي اسبوع على بعضه في البلد، دي عادي برضه. طب انت تشتغل مثلا 25 يوم كاملين وتاخد اخر 5 ايام 7 ايام اجازة، عادي محدش بيتكلم معاك فيها. طب في ابلكيشن تاني غير طلبات بيوصل، مرسول، ولكن الاوردرات عليها ضعيفة جدا. ومرسول دي يعني ليه؟ للموظفين اللي هو عايز ينزل يشتغل ساعتين، يجيب يصفي له 100 150 ويروح. او مثلا هو شغال في وسط البلد، يجيب اوردر وهو مثلا راجع على سكنه في امبابة ولا في بولاق، 50 60 جنيه بدل ما يرجع فاضي. دي مرسول. انما اوردرات باستمرار، تسلم اوردر يجيلك اوردر وتفضل شغال على مدار الشفت كامل، بيبقى فيه اوردرات وتلاقي دخل كويس اخر اليوم، يبقى مفيش غير طلبات قدامك. لو انت جاي وعايز تشتغل وتعمل فلوس، مفيش غير قدامك غير طلبات. لو انت مش بتحب ان انت تشتغل في طلبات ومش هتنزل مثلا شفتات ومش هتلتزم بيها وكده، وعايز تريح دماغك، تشتغل بقى توصيل افراد، تشتغل لك ساعتين 3 4، نصيحة بعد عن اوبر، خليك في ديدي وان درايفر احسن. كده انا وضحت لك وجهة النظر يعني واظن كده يبقى انت فهمت طريقة الشغل وفهمت كل حاجة عن الشغل، ويعني وبقى عندك خلفية كبيرة عن الشغل وبالذات في طلبات. انا هسيب لك رقمي في الكومنتات، لو حبيت تنزل كلمني وانا هنزلك عن طريق المكتب اللي انا شغال فيه. اتمنى تكون ان انتوا استفدتوا، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديوهات وتشيروها وتعملوا لايك وكومنت وسوبر سانك لو تعرفوا، عشان ننتشر وننمو بسرعة. سلام عليكم.